السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور محمد نجيب زيادة، أخصائي علاج الجذور والتجميل، وده مركز ناس لطب الأسنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ سؤال تاني دايما بيتسأل، مش انتوا بتقولوا كدكاترة ان لازم نحافظ على الضرس الطبيعي، وان احسن حاجة نعملها ان احنا نحافظ على الضرس الطبيعي احسن من اي حاجة تانية؟ امال ليه بنخلع؟ ليه بنضطر ساعات ان احنا نخلع ونحط امبلانت ونحط زراعة وحاجات زي كده؟ ما ممكن نعمل له مثلا حاجة زي دعامة ونحط طربوش وحاجات زي كده. الفكرة ان في دروس او اسنان بتبقى هوبلس، بتبقى الامل منها مفقود خلاص، والدكتور بيبقى شايف ان هو مهما عمل في الضرس ده فاللي هو هيعمله ده مش هيكمل والمريض يقدر يستخدمه وياكل عليه. لان احنا لو عملنا احسن معالجة في الدنيا للضرس ده بس الضرس ده انكسر بعد كده والمريض مش قادر يستفيد منه، يبقى احنا ما عملناش حاجة. فبالتالي في الحالات دي لازم بنخلع ونبدأ نعوض بأي طريقة إن كانت، سواء امبلانت سواء تركيبات او تركيبات متحركه ايا كان. بس ساعات فعلا بنضطر ان احنا نخلع دروس، لان الدروس دي بتبقى خلاص انتهت وما نقدرش نحافظ عليها اكتر من كده، فبنضطر نروح لحاجات تانية غير الضرس الطبيعي. لكن اكيد لو انت قادر تحافظ على الضرس الطبيعي ودكتورك قال لك ان الضرس الطبيعي ده ممكن نحافظ عليه ويستمر معاك ويعيش معاك وتقدر تاكل عليه، فده احسن اوبشن واحسن حاجه ممكن تعملها. ده كان سؤال تاني جاوبنا عليه في السلسله بتاعتنا، ولو عندك اي اسئله تانية سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. اشوفكم في الفيديوز الجاي. سلام.